أرسل ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري بعضا من ضباطه وشبيحته البارزين ليتحدثوا باسمه من أجل التفاوض مع بعض وجهاء أهالي محافظة السويداء، وذلك على إثر ازدياد الحراك الشعبي في المحافظة التي انتفضت بوجه بشار الأسد ونظامه الفاسد، مطالبين برحيله وعائلته عن السلطة. وقد اجتمع الضباط الذين أوفدهم ماهر الأسد مع بعض وجهاء أهالي محافظة السويداء لسماع مطالبهم، طالبين منهم مساعدتهم في إخماد هذا الحراك الشعبي بحجة أنه يخدم جهات خارجية وأنه ممول من قبلها من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا وإضعاف هيبة الدولة. وبحسب مصدر مطلع فإن وجهاء المحافظة قد أكدوا لوفد ماهر الأسد أن الوضع قد خرج عن السيطرة، وأن الفساد المتفشي في مفاصل هذا النظام هو الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد من الغضب الشعبي. وردا على طلب وفد ماهر الأسد من الوجهاء أن يضغطوا على الأهالي من أجل إرسال أولادهم المتخلفين عن خدمة الجيش الإلزامية إلى الالتحاق فورا بالخدمة، فقد أكد لهم الوجهاء أن من المستحيل أن يقوم شباب السويداء بالالتحاق بالخدمة العسكرية، وخاصة مع وجود الفساد الحاصل في هذه المنظومة، بحيث أن المجند إن لم يكن من عائلة ميسورة تستطيع دفع رشاوى طائلة فحتما سيتم زجه للقتال على الجبهات الساخنة، على عكس المجندين المدعومين من أصحاب الواسطة والمحسوبيات الذين يخدمون في الأماكن الباردة وعلى حواجز التفتيش داخل المدن، وهو المكان المفضل لعناصر الجيش السوري، بحيث يفرضون أتاوات على الناس ويقومون باقتسامها مع الضباط المسؤولين عنهم. وعندما أحس وفد ماهر الأسد بأن التفاهم مع الوجهاء بشكل سلمي لم يعد يجدي نفعا، حاولوا توجيه رسائل تهديد مبطنة وبشكل غير مباشر بأن ماهر الأسد يحاول احتواء هذا الحراك الشعبي والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، مؤكدين أن الأمور إن تطورت أكثر من ذلك فحتما سينفد صبر ماهر الأسد ويلجأ إلى القوة العسكرية، وفي ذلك الوقت لن يرحم كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة ورموزها. ولكن وجهاء السويداء لم يكترثوا لتهديداتهم، مؤكدين لهم أن أحفاد سلطان باشا الأطرش قادرين على الدفاع عن أنفسهم في حال قيام النظام السوري ومرتزقته بأي عمل عسكري ضدهم، مؤكدين أنهم متظاهرين سلميين وليسوا مضطرين لاستخدام السلاح إلا في حال أجبروا على ذلك للدفاع عن أرضهم وعرضهم. وقد غادر الوفد أرض السويداء صاغرين يجرون خيبتهم بعد أن عجزوا عن كسر هيبة رجال الجبل الأشم.